علي الزبيدي خلفي بيت نصيف. معلومة جديدة عن مدينة جدة. متى دخل الشاهي المدينة جدة؟ اللي أهلها عسل وذوق وطيبين. طبعا مو امدحها عشان من أهلها، لكن جدة والله تستاهل، واللي عاشر أهل جدة بيعرف أنا إيش قاعد أقول. طبعا هذه قاعد تكتب فيها والله يدي تكسرت. تعالوا نوريكم معلومة، بسم الله على بركة الله. ذكر أهل التاريخ والسير والكتاب المهتمين في تاريخ مدينة جدة، هذه المدينة العريقة، عن تاريخ دخول الشاهي لأرض الحجاز، هذه الأرض العريقة. ومنهم الكاتب حسين بافقيه اللي كتب عن حياة الشيخ محمد نصيف. هذا الشيخ اللي كان عالم محب ومحبوب من أهالي جدة حتى من الزوار. في عام 1260 زي ما أنتم عارفين أنه جدة هي لليوم بوابة الحرمين والميناء اللي يجون منه الحجاج والمعتمرين والسياح على منطقة جدة. وكانوا يستقبلونهم أهالي جدة بالورود وبالترحيب وبالكرم والضيافة. زي ما قلنا لكم الكاتب حسين بافقيه في كتابه الذي رأى وسمع ذكر عن حياة الشيخ محمد نصيف، ومنها ذكر تاريخ دخول الشاهي، انه جد عائلة نصيف اللي هو الشيخ عبد الله، هذه العائلة العريقة اللي كانت معروفة بالكرم والضيافة، وكل أهل جدة والسعودية عامة. طبعا استقبل الحجاج من تركيا عام 1260. فمن عادة العرب، من عادتنا احنا الحجاز، نستقبل الضيوف بالكرم والطيبة والترحيب ونشربهم القهوة العربية معروفة عند كل العرب طبعا. فما استصاغوا الضيوف الاتراك او الحجاج الاتراك قهوتنا العربية، فقالوا احنا نبغى شاي. فقال لهم الشيخ عبد الله نصيف ايش الشاي؟ ما يعرفوا الشاي لسه. فخرجوا اباريق اللي هي زي الغلايات حق المويه اللي نغلي فيها الشاي اليوم، ونبتة الشاي والسكر عدتهم معاهم يعني جاهزين. فسووا الشاي وشربوا الشيخ عبد الله نصيف وعجبوا الشاي. فصار اي احد يجي من تركيا او من برا يوصيهم انهم يجيبوا معاهم شاي له. فصارت عاده كل جمعه يسوي للضيوف اللي يجونه او لاهله هذا الشاي. فانتشر هذا الشاي في جده، وطبعا عشاق الشاي في جده كثيرين من ذلك اليوم الى يومنا هذا. وما شاء الله تبارك الرحمن، اهل جده كرماء زي بحرهم وجميلين كسمائهم. اهل جده والله انهم في القلب. عليكم بالشاي بالعافيه.